الصيف جه، كل سنة وانتم طيبين. فهنتكلم على بعض التعليمات المهمة لمرضى الروماتيزم في الصيف. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. أولا، مرضى الذئبة، الشمس. خدوا بالكم كويس قوي من الشمس. لازم نحط كريم الشمس اللي المعامل بتاعه فوق 50 أيا كان نوعه قبل ما نخرج في الشمس، ويبقى معانا في شنطتنا ونجدده كل ساعتين. مهم هذا الكلام جدا. مهم كمان ترطيب الجسم بمية باستمرار. نشرب كوباية مية كل ساعتين لو نقدر، لأن مهم جدا إن الجسم يبقى فيه مية باستمرار. نمرة 2، العرق الزيادة اللي بيبقى حاصل في الصيف لكل الناس ممكن في بعض مرضى الروماتيزم يدخلهم في جفاف أسرع من غيرهم. عشان كده مهم قوي إن احنا نبقى جسمنا مليان مية، ولو هنستخدم أي مشاريب أخرى تبقى المشاريب اللي هي ما فيهاش مياه غازية، لأن المياه الغازية للأسف ممكن تغير من حمضية الدم وتعمل لنا مشاكل بجانب مشاكلها الأخرى الصحية اللي احنا عارفينها. فيفضل استخدام المياه والعصائر الطبيعية. نمرة 3، مهم جدا ناخد بالنا من تغيير درجة حرارة الغرف. يعني ايه الكلام ده؟ مبقاش أوضة فيها تكييف جامد واخرج في مكان حر جامد، ولو هخرج من البيت لبره اطفي التكييف قبل ما اخرج علشان ما يحصلش صدمة في تغير درجة الحرارة، ان ده ممكن يأثر عليا ويعمل لي نوك اوتس او يثير الجهاز العصبي الباراسمبثاوي وبالتالي يعمل لي مشاكل. فمهم جدا الحتة دي. نمرة 4، المراوح والتكييف حتى بالليل مش هنمنعكم منه، بس نبقى لابسين حاجة قطن عشان لو عرقنا ما ناخدش تيار هواء. ومهم كمان قوي انه ما يبقاش متسلط علينا دايركت او بصورة جامدة. نمرة 5، نصيف مفيش مشكلة خالص باستمرار حتى مرضى الذئبة. بس امتى نروح البحر بقى؟ نروح البحر في الساعات الاولى من الصباح او قبل المغرب، لان دول بيبقى اقل حاجة فيهم الاشعة فوق البنفسجية، تبقى اكتر ما يكون في وقت الظهيرة لغاية العصر. فبالتالي نبعد عن الوقت ده علشان ده بيبقى فيه تعرض مباشر للحرارة اللي ممكن تأثر علينا. السباحة كويسة جدا 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 بكل انواعها في كل الاماكن، في البحر، في البسين، في بسين مقفول، في بسين خارجي. لكن مهم قوي قوي ان احنا نبقى بنعملها بشكل منتظم وبدون اجهاد. كل صيف وانتم طيبين ودمتم سالمين.